السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهارده معانا وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا، يا رب تعجبكم وتنول رضاكم. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة حلوة بمكونات بسيطة جدا جدا جدا، وموجودة عندنا في كل بيت. جبت عندي هنا زي ما انتم شايفين بيضة، وحطيت عليها شوية فانيليا، وحطيت عليها شوية ملح، وده حطيتها في الخلاط. وجبت هنا نص كوباية سكر، وجبت نص كوباية زبدة، وربع كوباية زيت. لو عايزة تخلي كل المادة الدهنية زيت براحتك، لو عايزة كل المادة الدهنية زبدة براحتك، بس انا حطيت نص كوباية زبدة وربع كوباية زيت، علشان البسكوت اللي انا هعمله النهاردة يبقى مقرمش وجميل. بسكوت، ايوه بسكوت، هيعجبكم ان شاء الله، وطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة عندنا في كل بيت. وهيشرفك لو جاي لك ضيوف على غفلة، او لو راحة عند حد وعايزة تاخديه معاكي زيارة. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. حطيت هنا كوبايتين ونص دقيق، ونخلت الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بعد ما خلطت المواد السائلة، واتأكدت ان السكر داب تماما في الخلاط، رحت ضايفة الزبدة بالمواد السائلة كلها مع بعضها، وحطيت معلقة بيكنج باودر بتاعة الشاي. ودمجت بقى كل الخليط ده معايا. هتلاقي الخليط بيلزق شويتين. هتفضلي تدمجي فيه كده، بس من غير ما نعجن، بندمج بس عشان خاطر كل الدقيق يشرب المادة الدهنية اللي انا حطيتها. وهنا بعد ما خلاص اندمج كويس جدا، هاخد العجينة بتاعتي واقسمها على جزئين. جزء هنا هخليه فانيليا، وجزء هعمل فيه ايه، هضيف عليه معلقة ونص كاكاو، معلقة ونص بس يا جماعة. وهدمجه عشان بس ايه، خاطر اللون بتاعه يبقى يعني يبقى زي الشوكولاتة بالظبط يعني. عايزه تضيفي زياده براحتك، بس انا حطيت معلقه ونص، فلقيت الخليط بقى كويس، او العجينه بقت كويسه. وحطيت على العجينه الفانيليا، حطيت عليها معلقه دقيق كمان، عشان تبقى متماسكه سيكه، عشان اعرف اشكلها براحتي. وجبت الصاج بتاعي او الصينيه، وغلفته القاع بتاعه بشويه زيت. وجبت هنا عندي العجينه بتاعته، وعملتها على شكل دايره اللي هي زي الليمونيه كده. وجبت هنا عندي الغطا بتاع ازازه الزيت، وشكلت بيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل طالع جميل ازاي. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، ومكونات موجوده عندنا في البيت. والكوبايتين ونص دقيق عملوا كميه هتشوفوها معايا مش صغيره، جميله جدا جدا، وهتعجبك ان شاء الله. بصوا هنا بنجيب غطا الازازه بتاع ازازه الزيت عادي، وشكلت بيه زي ما انتم شايفين كده. والشكل طلع في منتهى الجمال ومنتهى الروعه، اقسم بالله زي ما انتم شايفين والله، بكل التفاصيل وبكل التكات اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم. جبت هنا برضو اللي معموله بالكاكاو او اللي معموله بالشوكولاته، وانا عملت بنفس الطريقه. وهحط الاتنين في نفس الصاج عشان خاطر التسويه تبقى بتاعت الشوكولاته تبقى نفس تسويه الفانيليا، ابقى شكلها باين قدامي، ما تاخدش شكل غامق او لون غامق اكتر من اللازم. هنا بقى جبت برضو زي ما بقول لكم الكاكاو، وعملتها. بصوا الرسمه جميله جدا جدا، بتتحدث عن نفسها. هنا بقى جبت الشوكة بتاعتي، وعملت شكل تاني. جبت كده الحتة العجينة، وعملتها برضو زي الليمونية كده. واخدها وكورها وبططها تبطيطة صغيرة، اضغط عليها ضغطة صغيرة، وبعد كده اضغط عليها بالشوكة. شكل تاني برضو، شكل جميل جدا، وشكل سهل وبسيط. وده كمان بقى شكل تالت. بجيب هنا حتة عجينة من الشوكولاتة وحتة عجينة من الفانيليا، وبرصهم جنب بعض كده. هعمل بقى ايه، 2 شوكولاتة و2 فانيليا، او ممكن تعملي 3 شوكولاتة و2 فانيليا. وبعد كده هتقومي واخداهم دمجاهم مع بعض كده، زي كورة. وتقومي برضو ضغطة عليهم ضغطة بسيطة، هيدوكي شكل ايه، شكل البسكوت الجاهز اللي احنا بنشتريه من بره، اللي هو البسكريم ده. بصوا شكلها جميل جدا برضو، شكله مميز وجميل جدا. واي حد هيشوفه عندك، او هتكوني واخداه زياره لحد، مش هيصدق ان انت اللي عاملاه في البيت. هنا خلصت بقى الكميه بتاعتي. بصوا الكميه بسم الله ما شاء الله، من الكوبايتين ونص دقيق عملت كميه مش صغيره. ودخلته الفرن وكده، هو استوى خلاص. بصوا بقى بوريكم سواه. بصوا السوا جميل خالص جدا جدا. فتحت عليه الشوايه حاجه بسيطه، والسوا بتاعه تحفه بجد تحفه. بس طبعا كان سخن مولع على ايدي، مش قادره امسكه حتى. بتسيبيه بقى لما يهدى، وبعد كده هتحطيه في طبق التقديم
زي ما قلت لك، لو جايلك ضيوف او انت رايحه عند حد وعايزه محتاره تاخدي ايه معاكي بدل ما نشتريه من بره بالشيء الفلاني. الحاجات دي بقت مكلفه جدا لما بنشتريها من المحلات بره. فانت في كوبايتين ونص دقيق ونص كوبايه زبده، مكونات سهله وبسيطه جدا مش مكلفه. عملتي بسم الله ما شاء الله شويه بسكوت كتار جمال، هتودي كمان منهم لحبايبك، وهيبقى الباقي هيتبقى كمان عندك في البيت. الولاد ممكن ياكلوه كسناكس او ياكلوه مع كوبايه شاي بلبن كده، يبقى طعمه في منتهى الجمال. وكل ما بيقعد وكل ما بيبرد كل ما بيبقى مقرمش وبيبقى جميل جدا جدا. اتمنى يا رب ان الطريقه تعجبكم وتنور رضاكم وتنفذوها وتبعتولي ان الطريقه عجبتكم. بصوا بيبقى مقرمش وجميل ازاي، وبيدوب كده في البق، والله العظيم كده بيدوب في البق من جماله ومن حلاوته، وطعم الزبدة فيه كان تحفة تحفة تحفة. اتمنى يا رب ان الفيديو بتاعي البسيط دوت يعجبكم وينور رضاكم وتنفذوا الطريقة وتعجبكم، واشوفكم بكرة في فيديو جديد. مع الف خير وسلام.